بص بقى يا ابراهيم، فانت لما نيجي نستلم الجبسن بورد، طالما انت بقى عايز تشتغل معانا فلازم افهمك الاول. خلاص كده يا سيدي؟ ماشي يا هندسه. كده بتوع شركه المونتاج هيكلموني، انا اقول لهم خلاص انا خدت الراجل ده. تمام. ركز معايا عشان ناس كتيره قوي 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 مش فاهمه ومش قادره تفهم ان الفكره ما هياش في الجبس زي ما انا قلت لك المره اللي فاتت. طيب احنا هنا الاهم عندنا ان انت تعرف تستلم من الفني اللي موجود. طبعا الفنيين اللي معانا كلهم شاطرين وعلى اعلى مستوى. خلاص. طيب انا هنا هندسه ده بيركب ازاي؟ رقم واحد، في حاجه اسمها اكمون. الاكمون ده بعد ما انا بقوم خارم في الهيلتي بالسقف بدخل الاكمون بتاعي، وخد بالك عشان في انواع من الاكمون سيئه جدا، فحاول تجيب نوع كويس، وغالبا التايواني هو انضفهم يعني بالنسبه للسوق المصري. خلاص. بندخل الاكمون في السقف، وبعد كده بنربط فيه التيش. بنربط فيه الايه؟ التيش. وبعد كده معايا العصفوره دي بثبتها بين صامولتين زي ما احنا شايفين هنا كده بالظبط على الطبيعه اهو. شايف الحته دي؟ شايفها. بص التيش نازل اهو، نازل جوه فيه اكمون، وبعد كده العصفوره بين الصامولتين، وبعد كده بنثبت فيها السي، وبعد كده بنثبت فيها الاوميجا عمودي عليها. شايفها؟ شايف. بس يا سيدي بعد كده بقوم مثبت الجبسن بورد ده في الاوميجا. طب يا هندسه في الفواصل بنعمل ايه؟ وعشان ما يظهرش معايا شروخ بنعمل ايه؟ وكل التفاصيل دي مش عايزك تنسى ان لو في بدايه لوح مع بدايه لوح ما بعملش حاجه، في حاجه اسمها متيت هم اصلا عاملينها علشان الشاش. طب يا هندسه لو مش بدايه اللوح او بدايه اللوح من الناحيه الثانيه، بنضطر ان احنا نفرغه ونفضيه علشان اقدر ان انا املاه معجون عشان ما ينملش بعد كده. دي كانت تركات مهمه جدا، وما تنساش وانت بتستلم الكلام ده كله تشيك مع الصنايعي بقده وميزان، وكمان ما تنساش الليزر. تعرف الليزر؟ ما اعرفوش يا هندسه. طب تعالى موريهولك. هو ده يا عم. تمام. عارف بيشتغل ازاي؟ لا. الفني بيثبته لك في مكان يكون ثابت، وبنشغله تستلم منه، بتاخد منه لقطات بالمسطره وكمان بالمتر، وكده تكون استلمت السقف بتاعك صاج وجبس ولا غلطه. اتفقنا؟ اتفقنا يا هندسه. احنا ان شاء الله مش هنسيبك غير لما تفهم كل حاجه في البند ده، وكمان كل بنود التشطيبات ان شاء الله. تمام يا هندسه. خلاص كده يا هيما؟ ماشي يا هندسه. يومك جميل. يومك جميل.